عشان تبقى مشهور هو نفس الفكر. التمثيل ده هو كارير، هي وظيفة او مهنة بتشتغل. يبقى انا النهاردة المهنة بتاعتي دي ممثل، مهندس، دكتور، حرفي، رياضي، بشتغل في اي حاجة، ده كارير، ده مهنة. امتى ابقى مشهور؟ لما ابقى اشطر واحد في مهنتي. ممكن اكون ممثل واعيش واموت محدش يعرفني، مش معنى كده ان انا فاقد الموهبة، لا، انا ما عرفتش اخلي موهبتي تظهر للنور، وده عن طريق السوشيال ميديا قلنا هتبقى ماركت. وهكذا انت ممكن تبقى مشهور في اي مهنة، اذا كنت ممثل، اذا كنت دكتور، مهندس، و زي ما قلت كل مهن كتيرة. اي مهنة ممكن تشتغلها تبقى مشهور فيها. ليه؟ عشان انت من اكتر الناس مبدع في المجال ده. فالنهاردة انا عايز ابقى مشهور، ما عنديش مشكلة، اشتغل حاجة، اي حاجة تختارها في حياتك، اديك اشتغلتها. تبدأ تشتغل وتطور نفسك وتبدأ تعمل ماركتنج لنفسك على السوشيال ميديا وعلى العالم الحقيقي، مش بس في العالم الافتراضي، لحد ما توصل للاحترافية والنجومية، انك تبقى مشهور في الكارير بتاعك. بعد شوية هتبقى مشهور لكل الناس اللي بيتابع الكارير بتاعك واللي ما بيتابعش غيره.